مضى أشرف. مضى بعد وقفة قصيرة بيننا لكنها خلاقة، أخذنا فيها من ركود ماضينا إلى وثبات مستقبلنا، دون أن ينسى أن نحمل في أيدينا زادنا الحضاري في رحلة التحدي الطويلة. فقد أشرف تلفاح فقد موجع ومفجع، فقد لقامة وقيمة وسيرة ومسيرة فنية كبيرة، فنان كبير، أحد أعمدة الوسط الفني الأردني والعربي. أشرف فقيد للإنسانية جميعا، ليس للعروبة فقط وللأردن فقط، إنما للإنسانية جميعا. وما يؤلم ويحز بالنفس أن فقد أشرف كان فقدا مختلفا ما زال يكتنفه الغموض. نأمل من الجهات الرسمية سواء في جمهورية مصر العربية أو في بلدنا الأردن أن يكون هناك اهتمام حقيقي وتحقيق حقيقي حتى نستطيع أن نحصل على تقرير أمني قضائي قطعي وتقرير طبي قضائي قطعي. وإذا كان هناك اعتداء نرجو أن ينال المجرم جزاؤه وعقابه على كافة الأصعدة كي لا تتأكد مثل هذه الحالات وتتكرر وتسيء للعلاقات ما بين وطنين وبلدين وشعبين وزعيمين. أرجو أن يؤخذ ذلك بالحسبان، وشكرا. موقف سفيرنا بمصر جمهورية مصر العربية معالي السيد أمجد العضايلة كان وقفته واضحة مع أهل الفقيد، مع النقيب، وقفة النقابة بنحييها، يعني الله يحييه المخرج محمد يوسف العبادي نقيب الفنانين وأعضاء مجلس النقابة. كلنا بنعزي العائلة وبنعزي أنفسنا. واليوم نحن لن نتخلى عن تبين امر ما سوف يكون هناك تصعيد من قبل الوزاره بصفتها. لا يا سيدي واضح ان احنا واضح موقف الحكومه. نعم. اليوم هذا موقف، انا اليوم جاي اعزي نقابه الفنانين. موقفنا الاردني واضح، ابدا ما عندنا اجنده. دائما هلا كنت عم بحكي مع سعاده النقيب انه الاردن ما بتخلى عن مواطنيه اطلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسأل الله المغفرة والرحمة لزميلنا شهيد الوطن أشرف تلفاح. تلقينا هذا الخبر كأنه صاعقة وقعت على الجميع. يعني وفاة الشهيد أشرف تلفاح. يعني أشرف من الفنانين الكبار من أعمدة الفن في الأردن، وأشرف كان من الفنانين الطموحين جدا، وكان يسعى للحصول على شهادة الدكتوراه في مصر، ولكن للأسف يعني كانت هذه المصيبة اللي وقعت على الجميع خبر وفاته. نسأل الله أنه يعني أنه التحقيقات تأخذ مجراها سواء في عند إخواننا وأشقائنا في مصر أو في الأردن. نتقدم من أسرته والأسرة الفنية الأردنية والعربية ومحبيه بأصدق التعازي. فقدنا قامة فنية هامة ومميزة على مستوى الحركة الفنية، وفقدنا نجم قادم لأنه هو صاحب موهبة متميزة. ونأمل أنه التقرير الطبي والتقرير الأمني اللي احنا بانتظاره أنه تظهر الحقيقة ونحصل على حق زميلنا. خسارة كبيرة وفقداننا كبير. يعني أول إشي الله يرحمه ويصبر أهله ويصبرنا جميعا على هذا الفقدان، لأنه أشرف ممثل بجوز إذا بحكي منقطع النظير بالساحة الأردنية، ما أظن أني بكون ببالغ، لأنه أشرف كان يشكل حالة استثنائية. مصابنا كبير، وجعنا كبير، والله يرحمه
ويا رب إنه أولاده يضلهم عايشين بذكريات طيبة ويرفعوا اسمه، ونحن كمان دايما رح نضل رافعين اسم أشرف طلفاح عاليا ومفتخرين فيه، مثل ما عاش مثل ما مات نقي، إنسان رائع وفنان مخلص لشعبه ولوطنه ولفنه.